نلت ما يكفي من ألقاب وسني صار لا يسمح وحان الوقت لتوديع دكة التدريب. 32 سنة من مسيرة حافلة في عالم التدريب الكروي وضع لها الإيطالي مارسيلو ليبي حدا. ذكرياته في هذا المجال تعود إلى بدايات المهنة سنة 1982 مع ناشئي سامدوريا، وصولا إلى نادي السيدة العجوز الذي كان بوابته الحقيقية نحو الشهرة والنجومية، بقيادته لدور أبطال أوروبا وخمسة ألقاب دور محلي، بالإضافة لأربعة كؤوس كوبا إيطاليا ومثلهم في سوبر إيطاليا وكأس سوبر أوروبا. ومع جوانزو الصيني كتب مارسيلو ليبي فصول النهاية بعد قيادة النادي لكأس ودور محلي إضافة لدور أبطال آسيا. إنه قراري اتخذته بعد سنوات طويلة في التدريب. بعد أشهر قليلة سأبلغ 67 سنة، ولا أريد أن أكون مدربا. سأكون مديرا استشاريا، ولكن لا أريد أن أدرب بنفسي. شخص ما سيتولى المهمة، ولا شيء سيتغير في الفريق. مع المحنك ليبي شهدت السيدة العجوز أزهى فتراتها بوصولها لأربع مرات كاملة إلى نهائي المسابقة الأغلى أوروبيا. ومع ليبي أيضا عاد لإيطاليا بريقها بعد قيادته لها للتتويج بالكأس العالمية الرابعة في تاريخها. جوانزو إيفرغراند أخذ زبدة سنوات خبرة ليبي وزاد من قيمته بأن كان النادي الذي ودع من بوابته عالم التدريب، ولو أنه سيبقى مشرفا من بعيد على النادي وعلى من اختاره كبديل له، وهو فابيو كانافارو، ليبدأ مشوارا مع النجاحات في عالم التدريب بعد الإبداع كمدافع صلب.